تعالوا اقول لك هنعمل ايه مع بعض النهارده. معايا كيلو من البطاطا، قطعتهم مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين. حطيت عليهم 3 معالق سكر ونزلت عليهم بكوبايه ميه، سلقتهم كويس جدا. بعدين ابتديت اهرسهم بالهراسه كده زي ما انتم شايفين لغايه ما يتهرسوا معايا تماما. بعد كده هنزل عليهم معلقه من الزبده او السمنه البلدي، ويفضل زبده بلدي. وبعدين هنقلبها كويس جدا ونبدا نجيب طاجن معانا ونفضيه فيها ونفردها كويس في قلب الطاجن. هنعمل حاجة عظمة النهاردة، البطاطا بشكل مختلف خالص زي ما انت شايفة كده. بعد ما نزلت بقلب بالبطاطا في الطاجن هبدأ افردها كده تماما زي ما انت شايفة. هنسويها في الطاجن وبعد كده هنجيب مانجا مقطعينها مكعبات، كوباية مانجا كده مقطعينها مكعبات وننزل عليها بيه. انا كنت محتفظة بالمانجا دي في الفريزر زي ما انت شايفين كده. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل الجيلي اللي هنحطه فوقيها. عايزه اقول لكم ان طعم البطاطا بالمانجا والجيلي تحفه تحفه تحفه. نزلت بباكو جيلي مانجا، هننزل عليه كمان بكوبايه ميه سخنه هنقلبه مغليه، هنقلبه كويس جدا لغايه ما يدوب معانا الجيلي وبيبات الجيلي كده في قلب الميه السخنه. وبعد كده هننزل عليه بكوبايه من الميه الساقعه، هنقلبه كده ساقعه او فتره مفيش مشكله خالص. نقلبه كويس جدا لغاية ما يدوب خالص. وبعد كده نبدأ نحط على البطاطا والمانجا زي ما انتم شايفين كده، ونحطهم في التلاجة لغاية ما يجمدوا معانا. وبعد كده نطلعهم من التلاجة ونبدأ نشوفهم مع بعض هيبقوا عاملين ازاي بعد ما طلعت من التلاجة. زي ما انتم شايفين الجيلي تماسك جدا، واحنا عنا قطعنا كده قطع زي ما انتم شايفين. وبعدين طبعا لازم ادوقها معاكم كالعادة، وبقت احلى طاجن بطاطا بالجيلي وبألف هنا.